قصه حياه التريدر هي شنو؟ التريدر اول ما يبدا يعمل 2 3 موا وهو يتفرج على الانستغرام، يتفرج على الفيديوهات وقاعد يعبي في مخه في دومين ما فاهم منه شيء، اما يرى في اللايف ستايل نتاع عباد نيفو يتمنى يوصل له. من بعد يمشي 3 شهور اخرين يمشي على اليوتيوب يتفرج في اكس يجري زي كل الاستراتيجي نتاعو، ومن بعد يبدا في الديمو. وقت يبدا في الديمو يعدي 1 موا 2 موا ويحس روحه اللي هو بطل، يدير 100,000 دولار في الديمو وصل 300,000 دولار، يحس هو ملك العالم، يحس اللي هو يصير في الدومين هذايا، وتو يبدا يحط فلوس، يحط فلوس يصير كابيتال الاول الثاني الثالث، غاديك يحس بالاحباط ويحس روحه بتفشل في الدومين هذايا، والدومين هذا سكام يلاشي ويمشي. وغاديك فات قصته مع التريدينج وفات حظوظه مع التريدينج. العبد اللي نجح في التريدينج شو عمل؟ تعدى نفس الباركور، من وقت يخسر عاود حسب هذاك اللي هو حق التعليم نتاعو، قاعد يتعلم، قاعد يكون في بسيكولوجي نتاع مونستر، قاعد يدفع بالفلوس. انت اي دومين تدخل له ولا اي بزنس تعمله راك من الاول ماكش تلقى الربح منه، بتدفع تبي تخلص مكتوبك، تخلص في الكلام مكتوبك، تخلص في خدام مكتوبك، تخلص في كل شيء مكتوبك. كان مشيت لفاك اعزفك باش تقرا حاجه معينه باش تخلص وقت تاخذ شهادتك اللي هي في تريدينج بروفيتابيليتي، ووقتها تدخل في فلوس ووقتها ولات خدمه. دونك هذايا الكل تشد عام عامين مينيموم، وانت 3 شهور و4 شهور حتى تنجح في الدومين، ومن بعد تجي تقول دومين ما نجحش فيه، دومين مش ما نجحتش فيه، دومين انت ما كملتش فيه، وانت وفيت حياتك في الدومين هذايا، مش دومين هذايا ما يعطيكش حياه. الدومين هذا كان رزقك من خيره، دونك لازمك تخدم وتصرف عليه وتعطيه، خاطر الوقت اللي يعطيك يرجع لك ثاني ومثلث باذن الله.